سلام صحباتي، جوست تكونوا كامل مليح. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم جبت لكم وصفة شرائح الحوت الأبيض. ما تنساونيش بجيم كومنتير ويلا نبدأ الوصفة تاعنا. فوالا كيما شفتوا أنا شريت هذا الحوت لقيته كونجلي، غادي نسي هكا دي كونجلي بالمطرقة. أنا مكنتش عندي عندي هكا معرفة المهرس، قعدت هكا ندوك بها بالخف، وبعد كده قطعته إلى شرائح وراح نسي نقلع على كاع داك الكلاصون تاعه بالخدمك كيما راكم تشوفوا، وخليه يريح يدي كلاصه من كاع داك الكونجلي تاعه. عاد ما نبدا في لي زيبيس. انا بعد ما ندي كونجلا كامل راح ندير له التوابل تاعه. درت الملح، رشه تاع الملح، رشه تاع الزنجبيل، رشه تاع توم بودره، ورشه تاع فلفل عكري اللي هو فلفله حمرا حلوه، وراح نزيد رشه تاع فلفل اسود، كمون. ها هو الكمون اذا رشه منه. تبغي ديري الكيري تاع الحوت تبغي ما ديريش. الا درتي الكيري هنايا من بعد كي ما غاش ديريه في لاشابلور، ولو كان درتيه في لاشابلور ما ديريهش هنايا باش ما يجيش البنه تاعك قاطعه. هنا نسيو ندخلو كاع دوك لي زيبيس في الحوت تاعنا باه يتشرب كاع ديك التتبيله، ويسي حكي حبه مع حبه كيما كنت ندير باه يدخل له داك التنكه تاعه، يتنكه مليح مليح. الحوت يعطيك نكهة شابة، وكلا حبيتي يجي مقرمش كملي معايا المسفوقة، ما تروحيش نص الفيديو. وهنايا بعد ما خليتهم يريحوا كيما راكم تشوفوا راح نضرب حبة تاع البيض مع رشة تاع الملح ونديرو في لاشابلة كيما قلت لكم. الا كان لاشابلة درتو فيها الكيري الحوت ما ديروش، ولا كان درتو في الحوت ما ديروش في لاشابلة. فوالا هنايا بعد ما رمت الحبة في البيض نزيدوها في لاشابلة وندخلوها للمجمد لمدة 10 دقائق. فوالا بعد ما خليته يريح في الكونجيلاتور 10 مينوت باه يجينا يعطينا ديك القرمشه، وبيا ديك القرمشه الشابه تانيك قعدي تقلبي فيه على الجهتين باه يتقرمش لك مليح مليح. فوالا صحاباتي كيما كنت تشوفوا انا هنا راني نقلي في الحوت تاعي وراني نقلب فيه ما بين دقيقه وقتها. شوفوا اعطاني ديك التحميره، انا بغيتها محمر. نتوما كيفاش؟ شوفوا اعطاني واحده قرميشه وواحده التحميره ولا اروع. هنايا غادي نسيي زعما تبغوا ديروا هكا تقديم تخلوا هكا سامبل، تبغوا ديروا صوص طوماط. انا هنايا الطبسي تاعي شلون مسحته غير بصوص طوماط ما يبغوليش بزاف، وزوقت هكا الديكور تاعي. ان شاء الله تكون وصفه عجبتكم. متنساونيش بجيم وصحه فطوركم.